ازاي حد ممكن يتخلص من المشاعر؟ من حوالي سنتين نزلت فيديو عن الايموشنال ديتاتشمنت او الانفصال العاطفي، وانا كنت بتكلم فيه عن ازاي الانفصال العاطفي يعتبر وسيله دفاع نفسي بتحصل من عقلنا، وان رغم ان ده ممكن يبقى مريح الا انه بيأثر على علاقاتنا، حتى علاقتنا بنفسنا. ولكن معظم الكومنتس اللي انا قريتها ان الناس عايزه اصلا توصل للمرحله بتاعه الانفصال العاطفي. فانا هقول لكم ازاي ده ممكن يحصل بطريقه بسيطه جدا. في عام 1935 في عالم اسمه إيجاز مونيز حاول يلاقي حل للناس اللي كانت بتعدي بسكيزوفرينيا او اكتئاب او OCD، والحل اللي عمله إيجاز مونيز كان من خلال عمليه اتسمت فرونتال لوبوتومي. قبل ما اقول لكم هي عباره عن ايه الفرونتال لوبوتومي، مهم اقول لكم كم معلومه قبلها. احنا عندنا في مخنا الفرونتال لوب او الفص الجبهي. الفص الجبهي ده مسؤول عن معظم العمليات العقليه اللي احنا بنقوم بيها، من تفكير وتخطيط وتنظيم مشاعر وكمان اللغه. وعندنا جزء تاني في مخنا اسمه ثالاموس، وفي السياق اللي احنا بنتكلم فيه الثالاموس هي بتستقبل الاشارات من الحواس بتاعتنا وتبدا تبعت الاشارات دي للفرونتال لوب علشان يقيم الموقف الخارجي. فمثلا لو انا شفت بعيني في شخص انا عارفه، فعيني بتبعت السيجنالز دي للثالاموس، الثالاموس بتبدا تبعت للفرونتال لوب، فالفرونتال لوب بيفكر اوكي احنا محتاجين نروح نسلم على الشخص ده. طبعا الموضوع معقد اكتر بس انا بحاول ابسط في السياق اللي احنا بنتكلم فيه. المهم خلينا متفقين ان الحواس بتاعتنا بتستقبل اشارات من بره او محفزات من بره، الاشارات دي بتروح على الثالاموس وبعد كده الثالاموس تبعت للفرونتال لوب. لما بيحصل مشاكل في الفرونتال لوب بيبدا التقييم الداخلي لينا يختلف عن الحقيقه اللي حاصله بره. فلو انا عندي مشكله في الفرونتال لوب ممكن تقييمي لموقف خارجي يبقى زياده عن اللزوم مقارنه بحقيقه الموقف الخارجي، وده طبعا ممكن يظهر في صوره انكزايتي شديده او اوفر ثينكينج. نرجع بقى للفرونتال لوبوتومي او العمليه اللي قرر يعملها إيجاز مونيز. إيجاز مونيز قرر يعمل جهاز شبه المقص. مش عايز اشرح بالتفصيل هو بيعمل ده ازاي عشان الموضوع هيبقى انتنس اكتر، بس المهم ان هو بيدخل بالجهاز ده ويقطع الوايت ماتر او الماده اللي بتوصل بين الثالاموس والفرونتال لوب. وجيس وات، بعد ما إيجاز مونيز فعلا عمل كده ودخل قطع الوايت ماتر للناس اللي كانت بتعاني من OCD وديبريشن وسكيزوفرينيا، لقى فعلا الناس دي بقت اهدى. الناس دي ما بقتش تحس بالمشاعر اللي كانت بتحسها، والناس دي ما بقتش تفكر، ولكن الناس دي ما بقتش تحس بالمشاعر خالص، والناس دي ما بقتش تفكر خالص. حتى العمليات العقليه اللي محتاجه تفكير بسيط للمستقبل، ازاي ممكن نعمل حاجه معينه او نخلص مهمه معينه، الناس مش عارفه تفكر. طبيعي ده يحصل لان زي ما كنت بقول لكم ان الفرونتال لوب هو مسؤول عن العمليات العقليه اللي احنا بنقوم بيها زي التفكير والتخطيط، وكمان المشاعر بتلعب دور مهم جدا في العمليات العقليه اللي احنا بنقوم بيها، واتكلمت عن ده بالتفصيل في فيديو هبقى اسيب لكم صورته. بعدها بسنين العمليه دي طبعا تم منعها وإيجاز مونيز اتهاجم بشكل شديد جدا. المضحك ان وقتها إيجاز مونيز اخذ جائزه نوبل على الجريمه اللي هو عملها دي، وده بيوضح التغيير الجذري اللي حصل في علم النفس وعلم الاعصاب بس في اقل من 100 سنه. المهم لو لسه عايز توقف المشاعر انصحك في الاول تتفرج على الفيديو اللي كنت بتكلم فيه عن المشاعر، ولو ما اقتنعتش ولسه عايز توقف المشاعر فالموضوع بسيط جدا. احنا هنجيب الليكوتومي اللي كان بيستخدمه إيجاز مونيز وهندخل هنشيل حته صغيره من الفرونتال لوب.